اريد نسمعكم اذا ماكو زحمه. هدوء رجاء، لا حد يحكي رجاء، بعد لا حد يحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المشكله اهل الدين حاضرين، نخاف نسولف بالدين ونخضع شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، اولئك لهم الامن وهم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة نزلت بحقكم وبحق أمثالكم الذين آمنتم بفتوى مرجعيتكم الرشيدة ولبيتم نداؤها، الذين نصرتم العراق. أنتم حضرتم هنا ليس من أجل أن تقاتلوا إخوانكم في هذه المحافظات، حضرتم هنا من أجل أن تفتدوهم بأنفسكم، حضرتم هنا لمقاتلة التكفيريين الدواعش ومن لف لفهم، حضرتم هنا من أجل وحدة العراق، حضرتم هنا من أجل أن تحموا المقامات الدينية، حضرتم هنا من أجل أن تحموا الوحدة الوطنية العراقية. إنهم استهدفوا كل المكونات العراقية، واستهدفوا كل الطوائف، واستهدفوا كل القوميات. فمن يريد أن ينعتنا بالحشد الطائفي نذكره بثورة 20 عندما حشدنا هذا الحشد لتحرير العراق، كل العراق، وألبسناهم ثوب الهيبة والكرامة. حضرنا هنا لنهنئكم أنتم الذين لبيتم نداء المرجعية، إنكم تستحقون أن نقبل أياديكم، وأن نقبل وجوهكم، وأن نقبل حناجركم التي أسمعتم بها كل أحرار العالم. أسمعتم أصواتكم وأسمعتم العالم بفوهات بنادقكم من أجل حرية العراق، ومن أجل أن يكون العراق واحدا موحدا تحت خيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن هنا في هذا المكان حضرنا لننصر السيد المبجل السيد حميد الياسري وكتيبته المجاهدة. حضرنا هنا لنحشدهم بأرواحنا وبأموالنا وبمعنويتنا وبكل ما أوتينا من قوة. إنكم والله لمنصورون، هذا هو قول الله سبحانه وتعالى. إنكم والله لموفقون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم.